المواطن المغربي وندافعوا على حقنا، ما كاين حتى مشكل، ولكن كلشي في اطار قانوني، في واحد الاطار ديمقراطي، في واحد الاطار تشاركي بالاحترام وكلشي. هذا هو اللي من الاهداف، وهذا هو الشيء اللي خلاني انني ندخل في الفيدراليه. واللي زوين في الفيدراليه والوداديات هو كتزكي واحد الانسان. هي كاين اللي غيقول لك ماشي ديمقراطيه، ولكن انا كنزكي واحد الانسان وكيلتزم معايا. الا خدم وهذاك ما خدمش كيتحل منه التزكيه. وكان بخلاف انا ملي كندير جمعيه وكنجيب الانتخابات والتصويت كيقدر يطلع لك واحد اللي انت ما راغبش فيه ولا ما باغيش، وحنا كنعرفوا يعني حتى ديك الديمقراطيه راه عندها المساوئ ديالها وعندها الايجابيات ديالها. حتى كتنظم لقاء ويجي واحد يدير لك انزال ويطلع لك واحد اللي انت ما باغيش. اذا الفيدراليه هذه الطريقه انا بعدا لقيت راحتي فيها. علاش منين بغيت نخدم ولا ندير نشاط ما تيعكسوليش، بغيت ندير ندوه ما تيعكسوليش، غير الكل واحد الاطار انك ديال هذا الستاتيو. وكنتمنى التوفيق للاستاذ هشام انه يكون يرفع واحد من الشعل، وكيف ما كنعرفوا حار في القضايا وكيسهر على الانفاس انه يسهر على المصلحه نتاع الوداديه الحسنيه هنا. وراه يعني ملي تسمعوا ديك المسيره الخضراء تيقولوا المسيره الخضراء، هي المسيره الخضراء راه ديالنا، راه حنا غاديين، راه من المسيره رجعوا مسيرات، راه شحال من المسيرات اللي نظم المغرب وكلهم كانوا الحمد لله ناجحين. حنا بغينا المسيره انها تستمر فين تستمر؟ بحب الوطن، يعني بالحفاظ على الملكيه ديالنا، بالحفاظ على هذا التضامن ديالنا، ولكن في اطار ان كلشي خصو ينخرط، ما يد وحده راه ما تتصفقش. وشكرا. أستاذة بصراحة أنايا تنتسكول معاهم تنستافد، نشكرهم شكرا جزيلا. وشرف لنا كبير من تكون بعض الناس ديال المسؤولين ديالنا قدامنا. لا شرف لينا حنايا، حنا مجرد رجعوا للأصل. حنا واخا نهضروا على المسيرة واخا نهضروا ملي تيكون الناس كيسهروا عليها راه أجمل حاجة. إن سي هشام راه نهار كبير عنده من الناس المؤسسين ديال اللي كانوا سهرانين على المسيره الخضراء حاضرين معنا. تنشكرهم شكرا جزيلا على الحضور ديالكم. واليوم غادي نوصل باش نقول لسي هشام غادي نزكيك. حنا الطريقه ديالنا قانونيه. قبل ما تنزكي الانسان تندير لي واحد تلزم لي قانون داخلي، ما يفوتش واحد القانون اللي ما خصوش يقرا الكاتب العام بالنسبه للظاهر الشريف. هاي كاين فرق بين الجمعيه والوداديه، كاين فرق كبير. الوداديه كبيره، الجمعيه صغيره. الوداديه ان عندها عمل ديالها. بالنسبه لنا حنايا الوداديه واخا تكون كبيره، بالعكس الا كانت كبيره تجي تضل وتتعاون. حنا ماشي غنديروا الوداديه باش تشد الجمعيه الاخرين ودوزهم، بالعكس الوداديه مكونه من نفس العمل ديال الجمعيه وغاديين. ولا لقينا الوداديه والجماعات الجمعيات كلهم اتحدوا وداروا يد في يد راه يمشيو بعيد. ان الحمد لله خصكم حاجه وحده نطلب منكم، كل واحد خصو يكون غايو على المدينه ديالو، على القريه ديالو. الا درنا يد في يد وخدمنا الطرق ديالنا وصلنا انا شفت الطريق وضرني خاطري. ان عندنا الناس في الوزاره، عندنا الناس متقارسين، عندنا الناس ديالنايا وفي الوزاره وتخلاو على حنا ما نتخلاوش عليها. ملي تطلب منكم نتوما زيدوا تعاونونا تساعدونا، ديروا يد في يد وساعدوا السي هشام على العمل ديالو. السي هشام غادي نعطيك تزكيه ان شاء الله باش تكون رئيس ديال الوداديه الحسنيه ديال خنيفره. وراه ماشي راه تكليف ماشي تكليف. الحمد لله نطلب الله عز وجل يوفقك الخير غادي نعطيها لك وباش تعرف باش تزيد سي علي الحاجيات. بالمناسبه نعطيك واحد الشهاده تقديريه ديال الفيدراليه على المجهودات اللي قمتي بها، والحمد لله خرج سيرفيسك على خير، ونتمناو حتى حنا يخرج سيرفيسنا على خير. ولكن انا تنقول دائما راه التقاعد راه ماشي لافان، بغيناك دابا التجارب ديالك بداك الشيء اللي عشتي راه وقت باش انك تعطل هنا في خنيفره مع الجمعيات وداك الشيء. وتفضل يا كريم.
شكرا. قيس القانون بالنسبه لنا حتى لما تقرا التزكيه عندنا ديك الشهادات تقديريه باش تنساندو تنعاونو نطلب الله عز وجل الخير ونطلب الله نخلي سعد الرئيس الوداديه الحسنيه بإقليم خليفه يقرا التزكيه ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تزكيه لفتح مكتب الوداديه الحسنيه لمتطوعي مسيره فتح الخضراء باقليم خنيفره تحت اشراف فيدراليه الوداديه الحسنيه لمتطوعي مسيره فتح الخضراء بالمغرب واوروبا. موضوع طلب تزكيه تاسيس وداديه. سلام تام بوجود مولانا الامام دام الله النصر والتأييد. وبعد يشرفني الاستجابة لطلبكم تزكية لتأسيس الودادية الحسنية لمتطوعي مسيرة فتح الخضراء تحت إشراف الفيدرالية مع التزامكم السيد هشام منصار بكل البنود القانون الأساسي والداخلي هذا الأخير طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في جمادى الأولى 1378 الموافق ل 1958 الذي بموجبه يعطي الحق لتأسيس الجمعيات والوداديات حسب ما وقع تغييره وتتميمه يسلم بمقتضيات التزكية والترخيص بتأسيس مكتب رئيس الفيدرالية السيد رضوان قاضي. نخلي الكلمة للكاتب العام باش شكرا. ديال الدول اللي كانت شاركت في المسيره الخضراء. دابا باش نخدم الاخوان باش يعرفوا شنو المهام ديال هاد الاعلام هادو. كنا تنديروا فتح وداديات ولا فورة والا تنديو الاعلام باش يعرفوا الاخوان بان راه كل شيء كنتجن لهاد تطوع المسيره الخضراء. ديال نستعرض عليكم واحد سمو ما هو تقدموا لسمو الفيدراليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين حضرات السيدات والسادة حضرات السادة الفاعلين الجمعويين السيدات والسادة رؤساء المصالح ورجال السلطة المحلية أيها الحضور الكريم. بمناسبة انعقاد هذا الجمع العام تأسيس ودادية مكتب الودادية الحسنية لمتطوعي مسيرة فتح الخضراء بخنيفرة يتشرف رئيس فيدرالية الودادية الحسنية لمتطوعي مسيرة فتح الخضراء بالمغرب وأوروبا السيد رضوان قاضي صالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المسير للفيدرالية وفي إطار الأنشطة والأعمال الاجتماعية التي تقوم بها فيدرالية الودادية الحسنية لمتطوعي مسيرة فتح الخضراء بالمغرب وأوروبا استجابة للنداء الملكي السامي الذي ألقاه المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه في فقرة من خطابه يجب إذن خلق أنشطة من شأنها تحويل عائلات متطوعي المسيرة الخضراء إلى جسر من حديد قادر على تلبية نداء واجب للدفاع كلما دعت المصلحة لذلك والتعامل والتشارك مع جمعيات أخرى ثقافية ورياضية من أجل تقوية الروابط الوطنية. الخطاب ألقاه المغفور الحسن الثاني في الذكرى العشرين لعيد الاستقلال. حقا علينا نلبي هذا النداء الوطني بكل عزيمة وبكل إرادة وتلبية لهذا النداء الملكي السامي. قرر المكتب المسير للفيدرالية بأن يؤسس مكتب ودادية الحسنية لمتطوعي مسيرة فتح الخضراء بإقليم خنيفرة ونظرا للدور الذي تلعبه الفيدرالية في مجال التربية المستدامة وروح المواطنة فهي تسعى دائما إلى مساعدة إخواننا المتطوعين وغير المتطوعين للم الشمل ورد الاعتبار لهم والأخذ بيدهم والتعاون معهم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير الصالح لهذا الوطن الحبيب تحت ظل القيادة الشريفة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.